شيخنا أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كما تعلمون كثرة دعاة الباطل أحيانا قد يتكلمون بكلام حق، هل نأخذ منه أم نتركه؟ بالنسبة عن أهل الباطل، فالباطل الذي عندهم كثير والحق عندهم قليل، وهذا الحق كما بين شيخ الإسلام تيمية هو عند أهل السنة والجماعة، فلا حاجة لنا إلى هذا الحق ما دام هو موجود عند أهل السنة والجماعة. هذا هو الأصل في ذلك. وممكن بعض العلماء ينقل عن عالم من العلماء من الصوفي وغيرهم، فهذا له وجه، فليس أهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة ينقلون مطلقا من كتب هؤلاء، فيأخذون شيئا، لكن للرد على هؤلاء وتبيين خطأ هؤلاء وصواب هؤلاء. ولذلك ترى عالم من علماء السنة والجماعة يشرح كتاب من كتب مثلا الصوفيين، وهذا من أجل أن يبين فيه من الأخطاء ويبين الصواب، وممكن أن ينقل هذا الصواب في كتابه، لكن هذا للعلماء المعروفين، ولا يطلقون العلماء لجميع الناس أن يفعلوا ذلك، لأن ليس كل الناس يقدرون على فهم خطأ أهل الباطل، فلا يستطيعون. فلذلك بين ابن تيمية أن ما عند أهل الباطل من حق فهو موجود عند أهل السنة.